السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مع الجزء الخامس عشر من بيان الكلمات المختلف فيها بين روايتي شعبة وحفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق الشاطبية. يبدأ هذا الجزء مع بداية سورة الإسراء في الربع الأول: سبحان الذي أسرى، في الآية رقم 7. يقرأ فيها شعبة هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم. ويقرأ حفص: ليسوء وجوهكم، أي أن شعبة قرأ بفتح الهمز دون واو بعدها، وقرأ حفص بضم الهمز وبعدها واو. ففي رواية شعبة حملا على المعنى ليسوء الله أو الوعد أو البعث وجوهكم، وإساءة الوجه أي جعل آثار الكآبة والسوء بادية عليه. وقرأ حفص حملا على المعنى أو على تقدير الغيبة والجمع، والتقدير هو: فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسوءوا وجوهكم، وأيضا مناسبة لما ذكر من الألفاظ وليدخلوا وليتبروا هكذا. ننتقل إلى ربع وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه في الآية رقم 23. يقرأ فيها شعبة هكذا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي بالكسر دون تنوين في هذا اللفظ. ويقرأ حفص بالتنوين مع الكسر ويقرأ هكذا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما هكذا. طبعا هي أو هذا اللفظ من لغات العرب، وكسر بدون تنوين على إرادة التعريف، والكسر بالتنوين على إرادة التنكير. طيب، في نفس الربع في الآية رقم 35 يقرأ فيها شعبة هكذا: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي بضم القاف في هذا اللفظ. ويقرأ حفص بالقسطاس المستقيم، أي بكسر القاف، والضم لغة الحجاز والكسر لغة غيرهم. طيب، في نفس الربع أيضا في الآية رقم 42 يقرأ فيها شعبة هكذا: قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي بتاء الخطاب. ويقرأ حفص بياء الغيبة: كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. في رواية شعبة بتاء الخطاب حملا على المعنى: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفي رواية حفص بياء الغيبة مناسبة لقول الله تعالى: وما يزيدهم إلا نفورا. طيب، في الآية رقم 44 في نفس الربع أيضا يقرأ فيها شعبة: يسبح له السماوات. ويقرأ حفص بتاء التأنيث: يسبح له السماوات. ففي رواية حفص بتاء التأنيث حملا على التأنيث في اللفظ، وفي رواية شعبة لأن التأنيث الفاعل وهو السماوات غير حقيقي. طيب، ننتقل إلى ربع قل كونوا حجارة أو حديدا في الآية رقم 64. يقرأ فيها شعبة هكذا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، أي بسكون الجيم مع القلقلة. ويقرأ حفص بكسر الجيم: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. يعني في رواية شعبة بسكون الجيم على أنه جمع راجل نحو صاحب وصحب، راكب وركب. وفي رواية حفص بكسر الجيم على أنها صفة بمعنى راجل ضد راكب هكذا. طيب، ننتقل إلى
ربع ولقد كرمنا بني آدم في الآية رقم 72 يقرأ فيها شعبة بالإمالة في لفظ أعمى في الموضعين، فيقرأ هكذا: ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمي وأضل سبيلا. ويقرأ حفص: أعمى فهو في الآخرة أعمى، أي بالفتح، والفتح والإمالة من لغات العرب كما ذكرنا سابقا. ننتقل بعد ذلك إلى الآية رقم 76 في نفس الربع يقرأ فيها شعبة هكذا: وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا، أي بفتح الخاء وسكون اللام بدون ألف. ويقرأ حفص: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، أي بكسر الخاء وألف بعد اللام وفتح الفاء، واللفظان يعني من لغات العرب بمعنى بعد خروجك هكذا. ننتقل بعد ذلك إلى الآية رقم 83 في نفس الربع يقرأ فيها شعبة بالإمالة في الهمزة والألف بعدها في لفظ نأى، فنقرأ هكذا: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأي بجانبه. انتبه أن الإمالة هنا في الهمزة والألف وليست في النون، فالبعض يقرأ نئي وهذا خطأ في رواية شعبة، نئي نئي هكذا. ويقرأ حفص بالفتح: ونأى بجانبه هكذا. طيب، انتهينا بفضل الله تعالى من كلمات سورة الإسراء وما زلنا في الجزء 15. ننتقل إلى سورة الكهف. في بداية سورة الكهف عندنا عوجا وبعدها كلمة قيمة. طبعا عوجا فاصلة آية أو رأس آية، فإذا وصلنا بين الآيتين لحفص السكت دفعا للإيهام أو دفعا للوهم في معنى أن قيما نعتا لعوجا، فلذلك سكتة لطيفة، والسكت هو الوقف على الكلمة زمنا ما بدون تنفس بنية الاستئناف. وبالنسبة لشعبة يقرأ وصلا بين الآيتين بدون سكت على الأصل، فنقرأ لشعبة هكذا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا هكذا، ده عند الوصل بين الآيتين. ويقرأ حفص عند الوصل بين الآيتين بالسكت: ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا هكذا. طيب، في الآية الثانية يقرأ فيها شعبة كلمة لدنه، يقرأ فيها بسكون الدال مع إشمام هذا الحرف حرف الدال، والإشمام إشارة بالشفتين تشير إلى الضم، مع كسر النون بعد الدال والهاء مع الصلة الصغرى، فيقرأ هكذا. وانتبهوا لأننا قد سجلنا فيديو سابقا بخصوص هذه الكلمة وقلنا أن فيها مذاهب في الأداء، والمذهب الذي قرأت به على شيخي الشيخ عبد الحكيم أنه يمتنع القلقلة في الدال لوجود الإشمام، فنقرأ هكذا: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر، شوفوا انتبهوا، من لدنه ويبشر. ويقرأ حفص بالضم في الدال مع سكون النون وضم الهاء بدون صلة لوجود حرف ساكن قبلها، فيقرأ هكذا: من لدنه ويبشر هكذا. ننتقل بعد ذلك إلى ربع وترى الشمس إذا طلعت في الآية رقم 19 يقرأ فيها شعبة هكذا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، أي بسكون الراء تخفيفا، وعندما تسكن الراء مفتوح ما قبلها لابد أن تفخم. ويقرأ حفص بكسر الراء على الأصل، فيقرأ هكذا:
فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. وراء مكسورة يعني راء مرققة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى ربع ما أشهدتهم. عندنا وراء المجرمون كما أخذنا سابقا إمالة الراء فقط عند الوصل، فيقرأ شعبة هكذا: ورئ المجرمون، وإذا وقف ورئي الإمالة في الكلمة بأكملها. ويقرأ حفص بالفتح وصلا ووقفا: ورأى المجرمون هكذا. طيب في الآية رقم 56 يقرأ شعبة: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا، وحفص هزوا. وقلنا سابقا أن هزؤا وهزوا هي من لهجات أو من لغات العرب، وقرأ حفص بالواو تخفيفا، أو قرأت هكذا بالواو تخفيفا. طيب ننتقل إلى الآية رقم 59 يقرأ شعبة: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ويقرأ حفص بكسر اللام: وجعلنا لمهلكهم موعدا. طبعا جعلها اسم مصدر من هلك يهلك أو يهلك كذا، أو اسم زمان أي لوقت هلاكهم. طيب ننتقل إلى الآية رقم 63 يقرأ فيها شعبة هكذا: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أي بكسر الهاء مناسبة للياء التي قبلها. ويقرأ حفص: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أي بضم الهاء. والأصل في هاء الكناية هو البناء على الضم، وهذا ما قرأ به حفص اعتبارا بالأصل. طيب ننتقل بعد ذلك الآية رقم 67 يقرأ فيها شعبة بسكون ياء الإضافة وصلا، فيقرأ هكذا: قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وحفص بالفتح: معي صبرا هكذا. والفتح والإسكان من لهجات العرب في هذه الياءات. في الآية رقم 72 أيضا كلمة معي يقرأ شعبة بالسكون وصلا، وحفص بالفتح وصلا: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، هذا شعبة، وحفص معي صبرا هكذا. طيب آخر كلمة في هذا الجزء في الآية رقم 74 يقرأ فيها شعبة هكذا: لقد جئت شيئا نكرا. ويقرأ حفص نكرا، أي حفص بسكون الكاف، وشعبة بضم الكاف. والإسكان والضم لغتان، والإسكان هو الأصل وهو لغة تميم وأسد، والضم لمجانسة ضم الحرف الأول وهو لغة الحجازيين. وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من هذا الجزء، ونلتقي بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة مع الجزء 16. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.